القصيدة: إذا المرء يوما أراد الزواج فلا بد أن يحكم المسألة ولا بد أن يستعد لما سيأتيه بعد من البهدلة، فبعض النساء لها هزة كبعض الحروف لها قلقلة، إذا ما أحست ولو كذبا بما قد نوى الزوج أن يفعله تراها تقوم كشيطانة وفي يدها الصوت والسلسلة. فوقع الزواج وأخباره أشد عليها من القنبلة، وخير لها من حياة الضرار حياة الطلاق ولو أرملة. وبعض النساء لها صولة بها يصبح الزوج في زلزلة، وكم يشتكي الزوج هذا العنا، وبعض النساء لها ولولة تروح وتغدو وديدنها متى فوقه تقرأ البسملة. تحذر منه جميع النساء من زوجها وما جاء منه ولا خردلة. الاستحضار للحديث يكفرن العشير. تحذر منه جميع النساء وما جاء منه ولا خردلة، وحتى يعود إلى رشده ففي كل يوم يرى مشكلة. الله بهذا تراه سينسى الذي نواه وما كان قد سوله، وحتى يعود إلى رشده ففي كل يوم يرى مشكلة. بهذا تراه سينسى الذي نواه وما كان قد سوله، ويعلن توبته في الملأ ويرجع غصبا إلى الأولى. ولست أبالغ في قولتي ولست أثير هنا البلبلة، فبعض الرجال يخاف النساء ويخشى من الضرب والكلكلة. ولشتم يصليها. فبعض الرجال يخاف النساء ويخشى من الضرب والكلكلة. تراه يرتل آي الرقى إذا ما رآها أتت مقبلة، وتظلم دنياه إن أقدمت ويقرأ بالجن والزلزلة. الله. وعذرا لأني اختصرت هنا حديثا غريبا وما أطوله. هذه كانت في قراءة أولى قبل أن نتزوج. هذا قبل ما أتزوج المرة الثانية. فتبنى من هذه القصيدة. تبت عن هذا القصيدة. أيه. كيف الاستغفار؟ أشجعك وأشجع كل الشباب على الثانية. على ما قلت لي أنت المرة الأولى. ايش القصيدة الثانية؟ أيها القابع عند الأولة. أيها القابع عند الأولة. اسمعوا. أيها المأسور عند الأولة. حطم القيد وفك الغلغلة. واستمع مني حديثا خالصا فيه أوصاف لباب المسألة. كل من عاش مع واحدة حاله يشبه حال الأرملة. كل من عاش مع واحدة حاله يشبه حال الأرملة. كيف يغدو حاله إن مرضت؟ كيف يبقى حاله؟ قرشي أمره يمضي بين البهدلة. لا تجادلني بما قالوا ولا تسرد الأمثال تلو الأمثلة. لا تقل يا صاح إني قانع وأنا مسرور عند الأولة. لا تقل إنك قد عاهدتها بكتاب الله فوق الطاولة. إنما تخشى من الضرب ومن أن ترى سود الليالي القاحلة، يوم أن تمحوك من قاموسها وتناديك بابن الفاعلة. وإذا ما كنت حقا منصفا فأجب عن بعض هذه الأسئلة. سنة التعداد من أخلاق من جل من بين الملا قد أرسله. اللهم صل وسلم عليه. أو ما قد جاءك يرشدنا من ترى يبلغ تلك المنزلة. صح. إذن بدون مغالطة.